انا بقوله ده كلام ما هو السر، يعني ما فيش ايه جهاز زعلان فانبصيلي معلومه. ده كلام تجار الانتخابات بتوع الصناديق اللي هو بيبيع الاصوات، عارف الموضوع، عشان دي تجارته ودي المصلحه اللي بيعملها. اوعى تفتكروا ان هناك من لا خالص. الديمقراطيه الملوخيه احلى حتى والله. الملوخيه بتبقى حلوه، الديمقراطيه احلى كتير، بالطشه كده. الديمقراطيه احلى بكتير، بس دي بتظبط كل حاجه الملوخيه. لا انا بقول الملوخيه احلى من اللي هم بيعملوه ده. لكن عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهد، دعونا نسال السؤال الثاني. ايه السؤال الثاني؟ هو سؤال واجب بقى. اذا كان الفريق الاحمر نازل لا مؤاخذه يعلم على الفريق الازرق، واذا كان رجالات المخابرات الحربيه ما نقولش اسمهم يعني نازلين يمشوا رجالات الامن الوطني اللي هو يعني ما بنقولش اسمهم برضه. الله، طب وبتوع الامن الوطني دول ما هم يا جماعه اللي بيحركوا الانتخابات وعارفين يعني الصناديق بتتضرب فين وبتتظبط فين وبتروح فين وبتيجي منين. هل سنشهد في الانتخابات القادمه، وانا هنا بخاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اوعى يا ريس يلعبوا لك في الصندوق، الفرقتين يتخانقوا يبوظوا لك الصندوق، الحكايه مش ناقصه، يا خربانه اصلا خربانه. اوعى يا ريس، انا بحذرك من ابواق المعارضه في الخارج، بحذرك يا ريس، اوعى لا مؤاخذه يلعبوا في الصندوق، يتخانقوا على الصندوق تبوظ منك الحكايه. ليه؟ اصله بتاع الراجل بتاع الحربيه ده يا جماعه يعني على عيننا وعلى راسنا، من فوق دماغنا، من فوق، دول بشوات البلد، ملاك البلد، بس في الاخر ما يعرفش المدرسه دي فيها كام الف صوت. اللي يعرفها بتاع الامن الوطني، عشان نبقى موضوعيين، لحسن بتوع الحربيه يضحك عليهم يا ريس ويبقى شكلهم وحش بعد كده قدام حضرتك. ما انت ممكن مثلا حضرتك تشوف مثلا الاستاذ ضياء رشوان خسران الانتخابات، دي رساله يا ريس دي، مثلا، او تلاقي مثلا الاستاذ ابراهيم العرجاني، لا ابراهيم العرجاني مش هيخسر الانتخابات، ده هيقفلوا سينا كلها، دي بتاعت المخابرات الحربيه. بصراحه البلد متقسمه برضو وفيها كل حته ليها اصحاب، لا صعبه دي. لكن مثلا اسماء مهمه مثلا ممكن نشوفها خسرانه الانتخابات. ازاي؟ عادي، اصل القائمه المغلقه اللي انتوا عاملينها وفاكرين ان انتوا ان انتوا يعني بسهوله، لا دي فيها عيب خطير، ايه العيب الخطير يا احمد يا سميح؟ العيب الخطير انه تتاخد منك ايه وانت مش واخد بالك. صندوق يحسم الانتخابات، صندوق واحد يحسم الانتخابات. الصندوق ده بقى كان مستخبي، كان محشي، كان جاي فاضي ومليناه، كان مليان وفضيناه يعني، لكن انت لما تعمل انتخابات بالمغلقه يبقى انت بتسهل المهمه على رجالات الامن الوطني يحطوا اللي هم عايزينه في الانتخابات بعيدا عن اراده الرجال في المخابرات الحربيه عن اي حاجه تانية. ليه؟ الملعب ملعبهم، الارض بتاعتهم، الجمهور طبعا مش مع حد، احنا غلابه كلنا، لكن ده ملعبه، دي حتته. الراجل اللي جايبها من تحت ده بيبقى جايبها من تحت، عارف الدايره دي فيها ايه اولها واخرها ومين بيعمل ايه بالظبط، بالساعه، بالتاريخ، باللحظه، وبيقعد بيمسك السماعه هنا يسمع الراجل ده بيقول ايه، يمسك السماعه دي يسمع الراجل ده يقول ايه، ويفتح التقرير المكتوب ده يشوف احمد كان امبارح بيقول لي انا ايه في التليفون كده. فانت دلوقتي يا ريس هتعمل ايه في الحكايه دي عشان ما نحرجش بعض وتبقى انتخابات دمها يضحك؟ واحنا مش هنسيبكم بصراحه يا ريس، احنا اي افيه هنمسك فيه بصراحه بوضوح، اي افيه مش هنسيبه، هنبادر الدنيا، هنغرق البلد ضحك، لانه انتوا مش مغرقين البلد غير فشل. فاهو انتوا تفشلوا واحنا نضحك والناس تحاول بقدر الامكان تعيش. لكن يظل هناك سؤال ثالث يا استاذ احمد. اتفضل. هل نتائج الانتخابات دي، يعني هقول لك حاجه، هب يا سيدي هب،
انه الدنيا حصل فيها انقلاب يعني الهي، ربنا ماشي. سبحانه وتعالى تدخل في الموضوع. في زلازل كتير اليومين دول ربنا في يستر. يعني حاجه كبيره جدا حصلت. الارض بقت غضبانه من اللي بيحصل. بتبج بيها. ايوه والله. طول اليوم تهز. ايوه. فانت افرض انه وبتوع الاحزاب المدنيه دول اللي كسبوا، طبعا هو واحده من الحاجات الاساسيه، بتوع الاحزاب المدنيه مش هيعرفوا يكملوا الدوائر طبعا اصلا، بس حصل وهم اللي كسبوا. ماشي. المواطن المصري هيحس بايه ساعتها؟ ده السؤال. هي الحكايه اصلها بسيطه خالص. احشد يا عم احمد قد ما تحشد. هات اسرتك وعيلتك واصحابك والجيران واشتري اصوات باشا. حطيت في الصندوق ده 20,000 صوت. خلاص؟ تمام. انا حطولي 21,000 صوت. لا، 20,000 صوت و500. ماشي. 20,000 صوت و500 انا خدت الانتخابات. وانت بالحشد، بالموضوع، بالفلوس، بالقرايب، بالعيله، بالخناقات، كل ده ملوش اي قيمه. هي دي الفكره ببساطه. فكره سهله جدا جدا جدا. يستطيعوا ان يضحكوا على الاحزاب الجديده، لكن ابناء الاحزاب القديمه يا جماعه صعب. احنا شفنا عبر الاجيال، كتبت اجيال ثم اجيال ثم اجيال منذ 1978 الكثير والكثير من التجارب الانتخابيه في هذا البلد، ولعبنا مع الحكومه كل الالعاب. الشيء الوحيد ان احنا عندنا اجيال بتتوارث المعلومه والفكره، وبنفهم بدري الكوره رايحه فين في هذا الوطن. للاسف الشديد الكوره رايحه على اعاده تكرار ال10 سنين اللي فاتوا. الكوره رايحه على اعاده تكرار ال10 سنين اللي فاتوا، والتكرار يعلم الشطار.